المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية وأستهلها بأبرز العناوين. ورشة عمل لمسودة مرسوم المبيدات الحشرية. وفد الاتحاد المهني الدولي يزور إريتريا. تشجيع الطلاب المتفوقين في الإقليم الجنوبي. زعيم كوريا الشمالية يأمر بضربة بعيدة المدى. زعماء أوروبا يضعون قضاياهم على رأس الخطط المستقبلية. وأمريكا واليابان والهند والفلبين وتتحدى الصين بمناورات بحرية. السلام عليكم ورحمة الله. عقدت وزارة الزراعة ورشة عمل في 9 و10 من مايو الجاري لبحث مسودة مرسوم المبيدات الحشرية. وأوضح المدير العام لقسم خدمات التشريعات والرقابة السيد تخلاب مسكنة إن المسودة المعدة منذ 12 عاما احتاجت لإعادة التنقيح، والهدف من الورشة خلق أوضاع إصدارها بعد التصحيح والإثراء بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة. وقال إن وزارة الزراعة لم يكن لها مرسوم المبيدات الحشرية، لكنها ظلت تعمل انطلاقا من التعليمات التي تصدر على فترات والإعلانات القانونية، وإن الورشة التي استمرت ليومين جاءت لتنقيح المرسوم الموضوع عام 2007 وجعله نافذ المفعول. وأوضح أن المرسوم سيعمل به تماشيا مع القوانين العالمية والتطورات على الأرض، ويشمل وسائل إدخال المبيدات الحشرية إلى البلاد وتأثيرها على البيئة، وسبل تسجيل المبيدات الحشرية، والخطوات القانونية للمبيدات الحشرية التي تدخل البلاد بطريقة غير قانونية، وعملية نقل المبيدات وكيفية تدميرها. وناقشت ورشة العمل بتوسع عبر مجموعات مسودة المرسوم. أشار المشاركون في الورشة إلى عملهم السابق ارتكازا على التعليمات والتوجيهات لإدخال وإدارة المبيدات، وإن إصدار المرسوم سيعمل للحد من إدخال المبيدات الحشرية بطرق غير قانونية. زار وفد عالي المستوى للاتحاد الدولي لنقابات المهن برئاسة نائب رئيس الاتحاد السيد مامادو ديالو زار أسمرة من 6 وحتى 9 من مايو في زيارة عمل رسمية. والتقى الوفد الذي ضم مدير حقوق الإنسان والنقابات المهنية السيد جروين برنايرت ومسؤولة الإعلام والعلاقات الآنسة جيما سوارت. التقى خلال الزيارة مع اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الوطنية للعمال وبحث العلاقات الثنائية. وأوضح مسؤولو الاتحاد الدولي أن الزيارة تهدف للتعرف على فرص التعاون مع الكونفدرالية، وعلى أساس العهد الجديد بين إريتريا وإثيوبيا فإنه قد تم وضع برامج عمل تخدم اتحادات عمال البلدين. والتقى الوفد في 9 من مايو بوزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول جبرآب، وزار في نفس اليوم مصنع زاهر للأقمشة ومصنع أسمر للبيرة. وأفادت الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا أن الاتحاد الوطني لنقابات المهن يضم 207 عضو في العالم، وقد اتخذ منذ عام 2015 الخطوات للتحقق من الادعاءات الخاطئة التي كانت ترده عن إريتريا في السنوات ال10 الماضية. تجدر الإشارة إلى أن الكونفدرالية الوطنية للعمال كانت لها علاقة مع الاتحاد الدولي لنقابات المهن من ثمانينيات القرن الماضي، وأصبحت رسميا عضو في الاتحاد عام 1994. قدمت جوائز عند ماسو ل 133 طالبا متفوقا في امتحانات الشهادة المتوسطة بمدارس مديريات دقم حري وسجنيتي وعدقيح وصنعفه بالإقليم الجنوبي. وقدمت الجوائز في مدينة دقم حري بتعاون الاتحاد الوطني للشباب والطلبة ووزارة التعليم للطلاب القادمين من 12 مدرسة والحاصلين على النقاط من 85 إلى 98%. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي السيد جرماي قبرو إن الجائزة تهدف لتشجيع الطلاب المتفوقين وإرساء المنافسة الشريفة في أوساط الطلاب، موضحا بأن تنامي أعداد الطلاب المتفوقين سنويا نتاج ذلك.
من جانبه أوضح مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ هبتز هيداني أن الجائزة إلى جانب روح المنافسة في الطلاب تخلق دافعا مهنيا بين المدارس والمعلمين. وذكر رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيد صالح أحمد دين أن تشجيع الطلاب المميزين جزء من برامج التنمية الوطنية التي تجعل الشباب عاملا محوريا، وأن الاتحاد يعمل بمنحه اهتماما كبيرا. وستستمر عملية توزيع جوائز عند ماسو الخامسة لطلاب مديريات مندفرة وعدخالة ودباروة ومنحيلي وميمنة في الأيام القادمة. وبدأ تقديم جائزة عند ماسو عام 2015 وقدمت حتى الآن لحوالي 1000 طالب. قيمت الجمعية التعاونية لأبقار الألبان في مديرية مندفرة أنشطتها في السادس من مايو، موضحة بأن إنتاجها انخفض في السنوات الأربعة الماضية لمختلف الأسباب. وأوضح رئيس الجمعية السيد كسة سبهاتو في التقرير الذي قدمه إن إنتاج الجمعية انخفض بشكل ملحوظ بسبب العلف وتصنيع الألبان ومشتقاته وضعف الطلب على الألبان في الأسواق وإشكالات أخرى، ونتيجة لذلك اضطر بعض الأعضاء لبيع الأبقار. وقال إن إنتاج الجمعية من الألبان بلغ 1.3 مليون لتر عام 2014 وانخفض عام 2018 إلى 400 ألف لتر، داعيا الجهات المختصة لتقديم الدعم لإصلاح ذلك. وأوضح المشاركون في الاجتماع بأن إعادة توزيع الأراضي الزراعية أثر على الاستثمار الذي يقومون به لتنمية العلف الزراعي، وزاد ذلك من نقص العلف، كما أضر نقص الدواء وضعف الطلب على الإنتاج بنشاطاتهم. وذكر مسؤول الثروة الحيوانية في الإقليم الجنوبي الدكتور عقباز كفلين عادة الأبقار في انخفاض بالإقليم بسبب نقص العلف، وأثر ذلك على إنتاج الألبان، ويتطلب بذل الجهود المشتركة لحل المشكلة. وقال المدير التنفيذي لإدارة مديرية مندفر السيد تسفاي صقاي إن على أعضاء الجمعية العمل المنسق لحل النواقص والمصاعب، مؤكدا على عمل إدارة المديرية حسب المستطاع لتقوية إنتاج الجمعية. يقوم سكان ضاحية عدشومة بمديرية قندع بأنشطة فاعلة لإصلاح البيئة. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية ببناء السكان ل 169 دورة مياه لإصلاح البيئة ونظافة مصادر المياه. وأشار مدير الضاحية السيد سليمان محمد نور إلى أن الأنشطة الجارية نتائج التوعية المقدمة. وذكرت مسؤولة الخدمات الاجتماعية في مديرية قندع السيدة فاطمة كنتيباي أن برنامج إصلاح البيئة يحتاج إلى المتابعة المستمرة. نتوقف مع فاصل قصير ونعود لمواصلة الأخبار. أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة أن الزعيم كيم جونغ أون أمر بتنفيذ مناورة على شن ضربة بعيدة المدى، وذلك بعيد ساعات على إعلان سيول أن بيونغ يانغ أجرت تجارب على إطلاق صواريخ قصيرة المدى. وقالت الوكالة الكورية الشمالية إن القائد الأعلى كيم جونغ أون أعطى الأمر بتنفيذ المناورة. يأتي الإعلان الكوري بعد يوم من إعلان وزارة العدل الأمريكية احتجاز سفينة شحن ضخمة تابعة لكوريا الشمالية. قال المسؤولون إنها انتهكت العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ من خلال شحن الفحم منها بصورة غير مشروعة. وجاء الإعلان الأمريكي عن احتجاز السفينة الكورية الشمالية وسط توتر بين الدولتين وبعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية ما يشتبه بأنهما صاروخان قصيرا المدى في ثاني إطلاق للأسلحة خلال 5 أيام. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إطلاق الصواريخ أمر لا يسعد أحد، بينما وصفت كوريا الجنوبية أفعال جارتها الشمالية بأنها احتجاج على الأرجح على رفض ترامب تخفيف العقوبات الاقتصادية. اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على أن قضايا مكافحة التغير المناخي وحماية سيادة القانون وإيجاد نموذج حديث للنمو يجب أن تكون على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال قمة استهدفت إظهار الوحدة رغم الأضرار الناجمة عن خروج بريطانيا من التكتل.
ومع ذلك فإن اجتماعهم غير الرسمي في مدينة سيبيو الرومانية لم يسفر عن قرارات واضحة بشأن كيفية تحقيق هذه الأهداف الطموحة، وهو ما يسلط الضوء على الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن عدة قضايا خلافية ومعارك محتملة قادمة. والتقى قادة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا في قمة تحت عنوان يوم أوروبا في سيبيو، وذلك بعد 15 عاما من توسع الاتحاد الأوروبي شرقا. وفضلا عن الانقسامات حول قضايا عدة، يواجه الاتحاد الأوروبي مصاعب بسبب خروج بريطانيا من التكتل وموجة من الشعبوية، كما يواجه تحديات خارجية من الصين إلى روسيا إلى الولايات المتحدة. قالت البحرية الأمريكية إن مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة أجرت مناورات مع حاملة طائرات يابانية وسفينتين تابعتين للبحرية الهندية وسفينة دوريات فلبينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. يأتي هذا في أحدث استعراض للقوة البحرية في الممر المائي الذي تطالب الصين بالسيادة عليه. ورغم إجراء مناورات مشابهة في السابق في بحر الصين الجنوبي، إلا أن العرض المشترك بين 4 دول يشكل تحديا جديدا لبكين في وقت يهدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار. جاءت المناورات المشتركة التي استمرت أسبوعا بعد إبحار سفينتين حربيتين أمريكيتين أخريين سابقا قرب جزر في المنطقة التي تزعم الصين السيادة عليها، مما دفع بكين للاحتجاج قائلة إن هذا الإجراء انتهك سيادتها. وتزعم بكين سيادتها على بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي بالكامل تقريبا، بينما تطالب بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بالسيادة على أجزاء من المنطقة البحرية. يحرص سكان قرية بوغوست الصغيرة في روسيا البيضاء على الحفاظ على التقاليد الموروثة من الأجداد خلال احتفالهم بعيد القديس يوري، حيث تؤدي النساء والفتيات رقصات تقليدية احتفالا بقدوم فصل الربيع وموسم الحصاد. وارتدت النساء والفتيات الأزياء الوطنية والفساتين المنقوشة بالورود، وانخرطن في الغناء وأداء رقصات تقليدية احتفالا بقدوم فصل الربيع وموسم الحصاد. وتعد قرية بوغوست واحدة من عدد قليل من القرى الواقعة في جنوب روسيا البيضاء التي تحافظ على تقليد الاحتفال بهذا العيد. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.